تعال اقول لك دلوقتي اشهر 4 افكار في خاصيه احدى النسب في درس خواص التناسب. بص بقى، لو اداك 3 نسب كبيره زي دي كده وقال لك اثبت ان x زائد y على a بيساوي y زائد z على b. طيب اول حاجه عينك بتروح لها اللي هو عايزه، الاثبات اللي هو عايزه، وتشوف هو عايز ايه. هنا هو عايز x زائد y، سيبك من المقام خالص ولا تبص عليه، هو عايز x زائد y، وهنا عايز y زائد z. طيب x زائد y دي احسبها ازاي او اجيبها ازاي؟ هبص على النسب اللي فوق، الاكس موجوده فين؟ موجوده في النسبه الاولى، وهنا زائد. طيب الواي موجوده فين؟ موجوده في النسبه الثانيه، يبقى انا هقول له بجمع النسبه الاولى مع النسبه الثانيه، وانفذ الجمع ده في البسط والمقام. هيلاقي بقى، هيطلع النسبه زي دي بالظبط، اطلعها واكتب جنبها احدى النسب. طيب هخش على المقام، على النسبه الثانيه، الواي موجوده في الثانيه والزد موجوده في الثالثه، يبقى هقول بجمع الثانيه والثالثه، وبعد ما اجمعهم هيطلع لي النسبه دي بالظبط، هقول له بيساوي احدى النسب، وبعد كده اقول له اذا الطرفين متساويين. طيب دي اول نسبه، اول مساله. طيب من اشهر المسائل اللي كانت بتيجي في ثالثه اعدادي في خواص التناسب كان اكس زائد واي زائد زد، اثبت ان اكس زائد واي زائد زد على اكس ناقص زد. بص، لو قال لك اوجد قيمه او اثبت ان اكس زائد واي زائد زد على اكس ناقص زد، يعني عايز يكون النسبه دي تكونها ازاي؟ اجمع ال3 نسب بتاعتك، اجمع ال3 نسب بتاعتك، وبعد كده خد عامل مشترك هيطلع معاك. طيب اكس ناقص زد دي نجيبها ازاي؟ بص، انت هتلاقي مسألتك مديك 3 نسب اكس وواي وزد، هتدور على النسبتين اللي فيهم واي، اللي كل نسبة فيهم واي، هتدور على النسبتين اللي كل نسبة فيهم موجود فيها واي بس، وتطرح النسبتين دول من بعض هيطلع عندك اكس ناقص زد. طيب مثلا رقم 3، لو طلب منك a زائد 2b على 4b زائد c، ومديك 3 نسب اهم. طيب هنكون البسط والمقام، ال A موجود في النسبة الأولى أهو، طب زائد 2B دي معناها 2 في B. طب ال B موجودة فين؟ مش في التانية، يبقى أنا كأني بقول له كده النسبة الأولى زائد 2 في النسبة التانية، النسبة الأولى زائد 2 في النسبة التانية، يبقى النسبة الأولى دي هنزلها زي ما هي، وأقول زائد أضرب بالنسبة التانية في 2، وخد بالك أنت بتضرب في البسط والمقام في نفس الوقت، تمام؟ وبعد كده تجمع عشان الزائد دي هيطلع لي البسط ده. طب اجيب المقام ازاي؟ المفروض انت دلوقتي ابتدت اللمبه في دماغك تنور شويه. 4b، البي موجوده فين؟ في النسبه الثانيه، يبقى هتقول بضرب النسبه الثانيه في 2 في البسط والمقام. طب والسي موجوده في الثالثه، يبقى هتقول بضرب النسبه الثانيه في 4 وجمع الناتج على النسبه الثالثه عشان يطلع السي. بس كده، وفي الاخر هتطلع طرفين بيساوي بعض، ساوي النسبتين ببعض وطلع الناتج. طيب الفكرة الرابعة، لو اداك مثلا 3 نسب كده هم بيساوي بعض، ده اللي اداهولك، وبعد كده طلب منك ايه بقى؟ طلب منك اثبت ان 2 اكس زائد واي على 4 a زائد 4 b ناقص c بيساوي 2 اكس زائد 2 واي زائد زد على 3 a زائد 6 b. سهلة جدا، فكرة بسيطة. شوف اللي هو هنا عايز ايه، ما تشغلش بالك زي ما قلت لك، ما تشغلش بالك بالمقام، هو عايز 2 اكس زائد واي. طيب بص، 2 اكس يبقى هنضرب النسبة الأولى في 2 بسط ومقام، طيب زائد واي، الواي موجودة في الثانية، يبقى هو بضرب النسبة الأولى في 2 وجمع الناتج على النسبة الثانية، دي اللي هي 2 اكس زائد واي، وهنعمل العملية دي في البسط والمقام ونطلع قيمة الكسر ده. طب نيجي هنا 2 اكس زائد 2 واي زائد زد، يبقى هنا هقول بضرب الاكس موجودة هنا، يبقى هو بضرب النسبة الأولى في 2 والنسبة الثانية في 2، وهنا دي زد زي ما هي مش هنعمل لها حاجة، وبعد كده اجمع النتائج الثلاثة. فكرة مهمة لازم تبقى عارفها، انت بتطلع من هنا وبتنفذ في النسب دي، بتطلع من هنا وبتنفذ في النسب اللي هو مديها لك. يعني 2 اكس يبقى تضرب النسبة دي في 2، 2 واي تضرب النسبة دي في 2، تمام؟ لما نيجي نجمع بتجمع نتائج النسب الثلاثة اللي هو مديها لك، بس كده. طيب بعد ما تجيب الحاجات دي، بعد ما تجيب النسبة دي والنسبة دي تساويهم ببعض تطلع لك النتائج.